السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست كلام من أمريكا. كلامنا اليوم يدور مرة أخرى على الأسد المغربي أشرف حكيمي، فواجبنا الوطني كمغاربة يحتم علينا أن نسانده بكل ما أوتينا من قوة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من السباق نحو الظفر بالكرة الذهبية العالمية. وما كنا لنعطي هذا الموضوع أهمية أكبر من حجمه الحقيقي لو لم يتعرض عميد أسود الأطلس لحملة غير عادلة وكيل جاحف بمكيالين من طرف طيف من الصحافة الفرنسية. وكيف نفسر هذه المعادلة الشاذة ونحاول إعادة الحق إلى نصابه؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا وساندونا بالنقر على زر الإعجاب والاشتراك في هذه القناة. أهلا بكم مجددا. لم يعد المنطق اليوم يطبق في الرياضة وخاصة في كرة القدم، فمنذ أن حشر المال والأعمال أنفهما في عالم الساحرة المستديرة اختلطت الألوان والأذواق وفرض علينا أن نرى الأسود أبيضا رغم قتامته والأبيض أسودا رغم نصاعته. وحتى لا يؤول كلامي هذا وينعت عن سوء نية بالعنصرية، فالألوان هنا لا تعني الإنسان بل مجرد قصر في البصر. قبل أيام معدودات أفرج المنظمون في مجلة فرانس فوتبول المشرفة عن جائزة أحسن لاعب في العالم المعروفة بالكرة الذهبية الدولية، أفرجوا عن لائحة من 30 مرشحا لنيل هذا الامتياز. وقبل يومين أو 3 استقر الرأي العام في الشارع الرياضي بالتحديد على اسمين بعيدين عن ثالثهما: المغربي أشرف حكيمي ذو الأصول المغربية، وعثمان أو عثمان ديمبلي الفرنسي ذو الجذور الموريتانية السنغالية المالية. جنسية الأول الرياضية مغربية، أما الثاني ففرنسية. إحصائيات كل منهما هي الوحيدة المفترض أن تشفع لهما، على الأقل هذا ما يريده المنطق والموضوعية. كان ذلك صحيحا قبل عقود، أما اليوم فالحل والعقد في أيدي أصحاب النقود. الحرب تحتدم إذن بين بطلين زميلين يلعبان لنفس الفريق، والكل في هذا الفريق يعلم أن الأرقام إلى جانب الأسد، أن الأسد من صنع الكثير من أهداف منافسه. اتهمت في سابق الأمر سلطة المال والأعمال، لكن يبدو أن هذا المقياس لا يفسر كل شيء، فالربح والأسهم والقيمة السوقية والرهان على كل من المتسابقين قد لا يكون حاسمة، أو قد لا تكون حاسمة. هناك أمر آخر في نفس يعقوب يكشف المستور ويفضح المفضوح، أمر يمكن تسميته بالاستثمار الوظيفي على وزن الدولة الوظيفية. والأخطر من هذا وذاك أن الفاعل هنا حكم وطرف. القرار الوظيفي هو أن لا تغادر الكرة الملعونة فرنسا مهما كلف ذلك، فالمال ماله والفريق فريقه والمعلقون إعلامه واللاعبون سغيلته. وأمر أمير الحديقة أن يتوج ابن البلاد وتبقى الكرة هناك، أما ابن المغربي فلا أحد في ناديه يسانده مهما بلغت أرقامه وشعبيته. أليس الرئيس والمرشح والمعلق عربا؟ عجبا، لماذا إذن لا يحظى مرشحون بتزكيتهم؟ لكن منذ متى يتفق العرب سواء في السياسة أو الدبلوماسية أو الكرة؟ لكن الأسد حقا أسد ثار على أمير الحديقة ومن معه، واختار منبرا حرا في نفس العاصمة وأسمع زائره في ربوع الكرة الأرضية
وهرع المغاربة وكل من يسانده للتصويت الشعبي عبر موقع نزيه من أهلهم، حتى بلغ ابن المغرب العلا وتصدر الترتيب بعيدا جدا عن مطارده. ويبقى الآن للناخبين الكبار أن يؤكدوا هذه الإرادة الشعبية وينصفوا من فعلا يستحق هذا اللقب. وفي انتظار ذلك هلموا يا كل من يناصرون الأسد للضغط حتى يأتي الحق ويزهق الباطل. في نهاية هذا الكلام وفي كل الأحوال يبقى المغرب حاضرا في هذا التتويج، فمفضلنا ابننا ومفضلهم صهرنا، ولو فاز ثالثهم فهو حفيدنا. ألقاكم في كلام قادم بحول الله وقوته. إلى اللقاء.